وسهلا بالعروسة تاعي الحبوبة الكبيدة، ان شاء الله تكونوا بخير. انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتك بفيديو شباب كيفك. الفيديو تاع اليوم باغي نهضر لكم فيه ونحل لكم قلبي فريمون. ورايحه نهضر مع كل عروسه جديده او عروسه راها ماشيه تتزوج كما قلت لك، او كل بنت راها داخله على مرحله جديده في حياتها واللي هي الزواج. بزاف ناس يهضرولك على الفرحة، على نهار العرس، يهضرولك على الجهاز، يهضرولك على هذاك الحياة الزوجية عادية، بصح ما يهضرولكش على بعد العرس. ما رايحينش يهضرولك على واسم يسرى من بعد العرس، على التغيير، على المسؤولية، على الضغط، وعلى حتى الخيبة احيانا. سي بور سا هاد الفيديو راه ميساج ليك باش تدخلي زواجك بوعي ماشي باوهام، باش تعرفي واسم راه يستنى فيك. وما راني نخوف حتى في وحده، راني نفيق بيكم باش كي نهار اللي تتزوجوا ما رايحينش تنصادموا وتكرهوا وتروحوا للطلاق. نو، الزواج سي فري كو فرحه، بصح مسؤوليه. المسؤوليه اكثر من الزواج. ماشي غير حب، وماشي قصص غير قصص غرام وأفلام تركية وهندية. لا، الزواج هو تفاهم. إلا تفهمي داك الراجل اللي راكي ماشية معاه، تفهميه وتصبري معاه وتتنازلي. شحال من حاجة هكا تصرى إلا تتنازلي ويكون عندك نضج نفسي. بيان سور التنازل للواعي. رايحة تجيك يامات شابة ويامات وصعيبة، وهذا طبيعي نورمال. ماشي يعني فاشل ولا يعني هذاك الزواج تاعك فاشل. لا، كامل الناس عندها مشاكل في حياتها الزوجية، بصح المرأة الواعية تعرف كيف تتصرف مع هاد المشاكل. وحاجة الزوجة انتيا إلا قديري في بالك باللي ما خصكش تكوني عروس مثالية، باسكو اكبر فخ طيحي فيه هي انك تبغي ترضي كاع الناس، كاع اهل الزوج تبغي ترضيهم. لا حبيبتي، رضي ربي. ربي هو الوحيد اللي يستاهل الرضا. رضاية الله غاية لا تدرك، ورضاية الناس غاية لا تدرك. رضي ربي وردي روحك، والباقي من بعد يجي. باسكو انتي ما تقديش تكوني انسانة كاملة، ولا تكوني دائما قوية، ولا دائما تكوني تضحكي. يجي ايامات تكوني عيانة كارهة مديقوتيا. سي بور سا يليق تكوني على الحقيقة تاعك. حاجة واحدة اخرى واللي هي راجلك هو الشريك تاعك في هذا الزواج، هو شريك حياتك واللي رايحة تكملي معاه حياتك. سي بور سا يليق تركزي على راجلك. اما الباقي ما عنده حتى اهميه في حياتك من غير راجلك. تعلمي كيفاش تهضري معاه، وتعلمي كيفاش تسمعي له. وكي تكوني هكا منرفيه ما تنفجريش فيه وكامل. هضري معاه بهدوء. المراه هي اللي تعرف كيفاش تلين العلاقه بينها وبين راجلها. صايي. وهذا رايح نخليه في سوجي، باسكو باش ما يجيناش السوجي تاع اليوم طويل. رايح نخليه لكم في سوجي سبيسيال. قولوا لي في لي كومونتير اسكو وي او نو. سواء كنتي عايشة مع أهل الزوج ولا عايشة وحدك، يلق تهتمي بنفسك قبل أي شخص. كي تهتمي بروحك وتعمري الانرجي تاعك تقدري تمدي. ما تخليش الخدمة والضغط والهضرة والهداير والمشاكل ينسيوك في روحك. العروسة أصلا بالعروسة البنت أصلا يليق تهتم بروحها وتحافظ على الأنوثة تاعها والنفسية. النفسية هي أهم حاجة. حاجة الخامسة واللي هي المقارنات اللي تدمر زواجك. تبداي تقارني في زواجك وتقولي فلانة بدارها. مثلا إذا كنتي عايشة مع أهل الزوج ولا كارية، ولا تبقاي تقولي فلانة بدارها وأنا يا هاك، فلانة راجلها وفلانة حياتها. نو، حبسي المقارنة. راكي تبني حياتك ماشي حياتهم. ركزي على حياتك انتي. كل واحد وقصة تاعو الخاصة، وكل واحد وزواجه، وكل واحد وراجله، كل واحد الظروف تاعه. صايي. والحاجة السادسة واللي هي ديري في بالك في الزواج يصراو المشاكل ويصراو الأخطاء. والحكمة هي الحكمة تاعك هي اللي رايحة
تفوتي بها هذوك المشاكل والاخطاء. يجي نهار اللي نتيا تخطئتي وهو يخطأ، المهم تعرفي كيفاش تتصالحوا، كيفاش تتعاملوا مع بعض. صحيح. وكما قلت لك، اللي تدخلي للزواج بالنية، ما كاش كما النية هي اللي تغلب. وادعي ربي، ادعي ربي من قلبك، باسكو ما كاش كما الدعاء، والدعاء يفتح الابواب. صحيح. وفي الاخير حبيبتي، اذا كنتي عروسه جديده، حابه نقول لك حاجه من القلب: ما تكونيش قاسي على روحك وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، وما تروحيش بهذيك العقليه تاع تكوني مثاليه من النهار الاول. لا، راكي تتعلمي وراكي تكبري، وهذه تجربه راكي جديده فيها، راكي تبني حياتك خطوه بخطوه. الزواج ماشي سباق ولا تثبتي باللي انتي القويه، ولا لا، بالعكس، هو سكينه وموده وتفاهم. خلي دايما نيتك صافيه وخلي قلبك هادي، واي مرحله صعيبه ديري في بالك رايحه تفوت ورايحه تعدي باذن الله. وما راكيش وحدك، ديري في بالك كامل رانا نعيشو هذا الصوالح والحمد لله. واي عروسه تسمعني اليوم راني نقول لك باللي انتي قويه وتقدري لها. صحيح. الو، خلي لي لايك واشتراك وكومنتار حلو. شباب كيفك؟ باي باي.